السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض فكره سهله وبسيطه بالكرتون. اول حاجه هقطع كرتون كده طوله العرض يكون 20 سنتي والطول 15 سنتي. تمام. هنقطع بقى العدد اللي احنا حابينه على حسب الاشكال اللي احنا حابين نعملها. اول حاجه انا هعمل مستطيل، هبدا اسيب 2 سنتي كده من كل جانب، وهبدا ان انا ارسم مستطيل بالشكل ده. تمام. تاني حاجه بقى هرسم مثلث. نحاول نكبر المثلث قوي، يعني يكون ايه، ياخد مساحة الكرتون اللي عندي، بس نسيب كده جزء من الحواف. تالت حاجة بقى انا عملتها هي الدايرة. خلاص، اي حاجة بقى مدورة، انا عملت الدايرة دي بطبق عندي. تمام. ممكن تعمليها باي حاجة مدورة، بس حجمها يكون مناسب لحجم المستطيل اللي انت عاملاه. انا بقى حابة ان انا اشرشرها كده، يعني ده منظر كده عشان الشكل يوضح معايا اكتر. خلاص، هعملها كده بالمسطرة المشرشرة، داير ما يدور حوالين الايه المستطيل كله. تمام بالشكل ده. هكرر نفس الموضوع في الشكلين التانيين اللي عندي. خلاص، بعد كده بقى بقطر سن رفيع، وهبدأ ان انا افرغ الاشكال اللي عندي. لو ما عندكيش قطر ممكن تستخدمي مقص. خلاص، بس القطر بيسهل عليا كتير في الكرتون. هبدأ بقى كده افرغ شكل بالطريقة دي. فكرته سهلة جدا وبسيطة وممتعة جدا جدا. اهو ده المستطيل. هنشيل الجزء ده بقى، احنا مش عايزينه. تمام. والمثلث نفس الشكل، نفس الطريقة يعني. هنفرغه برضو بالطريقة دي. تمام. زي ما قلت لكم نخلي كده شوية فراغ من جنبنا عشان الكرتونة تفضل قوية وما تتقطعش معانا. وكمان الدايرة هجيب بقى ورق ملون 3 الوان، علشان انا عملت 3 اشكال. لو انت استخدمتي 4 اشكال بقى، عايزه تعملي مربع نجمه اي حاجه، تكتري عدد الالوان اللي عندك. فانا استخدمت 3 اشكال، فهعمل 3 الوان مختلفه. خلاص، هبدا بقى اعمل مثلثات. ماشي، الورقه دي المثلثات هعمل مثلثات مش شرط حجم واحد، ممكن كبيره صغيره كده، احجامها مختلفه. خلاص. الورقه التانية بقى هبدأ ارسم فيها برضو مستطيلات. يبقى الورقة دي المستطيلات هرسم فيها مستطيلات برضو بأحجام مختلفة. مستطيل يكون طويل شوية، عريض شوية كده يعني. تمام، بس كلها مستطيلات. الأخيرة بقى للدوائر، عملت دوائر بأحجام مختلفة. والقطاعة دي كمان للدوائر بقى الباقية عشان تسهل عليا. هبدأ بقى أقص الأشكال اللي أنا عملتها دي كلها. خلاص. بعد كده بقى هجيب بكرة لزق، وهبدأ إن أنا ألزقها كده على ظهرها. كل الشكل الفراغ اللي عندي هبدأ ألزقه بالشكل ده بالبلاستر. تمام. تمام بالشكل ده. عملت نفس الموضوع في الشكلين التانيين اهم، كلهم قفلتهم بالبلاستر. خلاص. وده الاشكال اللي عندي بعد ما قصيتها. هبدأ بقى احطهم كلهم كده في طبق او في اي حاجة تكون غويطة، وهبدأ ان انا الخبطهم كده مع بعض. ويبدأ الطفل بقى يصنف، الدايرة يحطها مع الدايرة، والمستطيل يحطه مع المستطيل، والمثلث مع المثلث بالشكل ده. يعني مثلا المثلث هدور عليه واحطه، مش مهم خالص يحطه بقى اشكال عشوائية فوق بعض، عادي جدا. خلاص. والدوائر برضو يحطها بالطريقة دي. انا عملتها مع بنوتي وفرحت بيها جدا جدا، اتمنى تجربوها مع اولادكم. لو فكرة النهاردة عجبتكم متنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في انشطة تانية كتير، ومع السلامة.